السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم في قناتي مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم كيكة رخامية من ألذ الكيك، بسيطة وتصلح الوليدات يديوها معاهم المدرسة. المهم الكيكة اليومية كتجي لذيذة وبسيطة وسهلة. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير. كنحتاجو في المقادير 4 ديال البيضات، ملعقه صغيره ديال فاني سائل او بلا واحد باكيه ديال سكر فاني، ملعقه صغيره ديال الخل، ملعقه صغيره ديال القشره الحامض، كاس ونصف السكر، ممكن تستعملوا غير الكاس اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف، كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب. جميع المقادير معبوره بكاس ديال العنبه، واحد ياغورت طبيعي، 2 كيسان ونصف ديال الدقيق، كيبقى على حسب الخليط حتى كنحصلوا على خليط ديال الكيك، لان كل دقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم اعملوا عينكم ميزانكم. 3 معالق صغار ديال الخميره هاد الحلويات، وربع ملعقه صغيره ديال البيكربونات الصوديوم اذا متوفره، ورشه ديال الملح. في بول كنوضعوا البيضات، كنضيف عليهم الفاني وكنضيف الخل، وكنطرب في الاول على كينسجموا لينا العناصر مع بعضياتهم. كنضيفوا الدقيق يكون مغربل مع الخميره وبيكربونات الصوديوم، وكنضيفوهم على الخليط على دفعات، ونخلط بالطراب اليدوي. ما نخلطوش بزاف حيت المكونات كامله طربناهم مزيان، غير نخلط الدقيق فقط. الخليط كيكون جاهز. كنحيدو منه ربع الكميه، وكنضيف عليها 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر مغربل. ناخذ المول مدهون ومرشوش بالدقيق، كنصبوا فيه نصف كميه ديال الخليط الابيض، ومن فوق كنعمل الخليط اللي عملنا له الشكلاط، ومن فوق طبقه اللي بقاتنا ديال الخليط الابيض. كندخلوها الفران سخون من قبل،
ونخليها على نار مهيله حتى كطيب. عاد كنشعلها حتى طيب وتنفخ لينا وتبدا تحمر. عاد كنشعلها الفوق تكمل التحمار ديالها. هذه بالنسبه للفرن الغاز. اما بالنسبه للفرن الكهربائي كندخلوه الفران على حراره 180. من بعد ما طابت كتجي خفيفه وكتجي عاليه على حساب المول. الا عملتوا المول صغير فراه كتجي طالعه على هيدا. انا هذا كان عندي المول كبير شويه فما جاتش طالعه بزاف. المهم كيبقى على حساب المول. وممكن تزيدوا البيضات اذا كان عندكم المول كبير، كيبقى اختياري. بعد ما طابت الكيكه خرجناها. انا شويه تحمرت لي من الفوق. غادي نحضر لها واحد لاصوص غادي نرافقها بها، اختياري. ممكن تخليوها عاديه، ممكن تدهنوها بالشوكولاط من الوجه. المهم انا في لاصوص كان عندي الشوكولاط ديال الخبز ديال الدهن، درت عليه واحد كميه ديال الشوكولاط اللي فيها اوريو. ممكن من الاحسن اذا كان عندكم الشوكولاط اللي كيجي فيه البندق او اللوز كيجي احسن. المهم انا هذا كان عندي بغيت نعملو صافي. ضفت عليه شويه ديال الحليب دافي صافي وخلطته شويه وخليته باش يذوبوا. من بعد كنخلطوه كنحصلوا على لاصوص. ممكن تستعملوا عوض هذه الطريقه ممكن تذوبوا الشوكولاط عادي في باماغي كتضيفوا عليه واحد دانيت ديال الشوكولا وكتخلطوا كيجي واحد لاصوص رائع كترافق بها الكيك. كيبقى اختياري، كيبقى كل واحد والذوق ديالو يقدم الكيك كيف بغى. صافي استفت الكيك في طبق التقديم وعملت لاصوص واحد زليفه صغيره وقدمته. كيجي هشيش. واخا انا عندي المول كبير شويه فراه جات طالعه. الا كان المول صغير ديال 26 سنتيم فراه غتجي طالعه على هيدا. كيبقى على حسب كل واحد الذوق ديالو. كاين اللي ما كيبغيش كيكه تكون عاليه بزاف. هو الشكل النهائي. ان شاء الله تجربوهم وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش من لايك ديالكم وتعاليقكم الطيبه. وشكرا لكم بزاف بزاف. ومرحبا بالناس اللي انضموا جداد. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. والناس القدامين اللي معايا كنقول لكم نتوما موالين الدار مرحبا بكم حتى نتوما. نخليكم للفيديو المجي ان شاء الله. في امان الله. بسلام عليكم.